السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم في فيديو جديد مع باينانكس. فيديو النهاردة هبدأ سلسلة جديدة في ماينكرافت هارد كور. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تحط لايك وسبسكرايب، ويلا نخش في الفيديو. Let's go. وبسم الله، خلونا بقى نبتدي ان احنا نكسر شوية شجر كده. هو بكمية الخشب دي ما اظنش ان احنا هنحتاج خشب لنهاية الفيديو تاني. خلونا دلوقتي نروح نجيب ادوات طوب. خلينا بقى نستكشف المكان شوية. حاسس ان الزبون حلو وهنلاقي حاجة، يعني يلا بقى نستكشف. انا اظن ان هدفي للفيديو ده اني اجيب دروع وادوات ايرون وبس. يعني ان شاء الله نلاقي كهف كده جديد. اوه، فحم حلو. يا ريت يطلع اكتر من 3 يعني. يطلعوا حبة حلوين كده عشان هنحتاج فحم كتير. طلعوا فعلا حبة محترمين من الفحم، يعني 15 هنعرف نعمل بيهم شموع ونطبخ استاك تقريبا من الايرون، فكويس. اوه حلو اوي، ده فيه بطيخ. احنا اصلا كنا هنجوع دلوقتي، فكويس ان احنا لقينا اكل يعني من بدري. انا عاوز الاقي كهف كبير وانزله، بس انا بيتهيألي قبل ما انزل اي كهف المفروض اجمع شوية اكل محترمين. اصل البطيخ مش هيكفي لوحده. البطيخ بيملى بار تقريبا او نص بار. المفروض اقتل شوية حيوانات. دي بقى اسوأ حاجة في الجنجل، ما بيبقاش فيها اي حيوانات خالص. وفي كهف هنا. خلينا نشوف هو كبير ولا لا. هو كبير بس انا بتهيألي منزلوش لغاية ما اجمع اكل، عشان 34 بطيخ مش هيكفي. انا شايف كمية فحم وقورات على الوش بتاع الكهف، فانا بتهيألي اجمعهم الاول بعد كده اروح اكمل تجميع اكل. انا طلعت من الكهف عشان كان في شوية موبز ابتدوا يتلموا علينا، فانا هطلع اكمل تجميع اكل وارجع بقى الكهف بعدين. اخيرا لقيت شوية بقر، ده ايه ده؟ بقالي كتير بجري عشان الاقي حيوانات. اه بس 3 بس. على الاقل في شوية فحم هنا، خليني اقتل البقرة دي بعد كده اجمع الفحم ده. وادي اخر فحماية. الدنيا ابتدت تليل، فانا معيش صوف اعمل اي سرير، فانا بتهيألي انزل الكهف الصغير ده، اقعد فيه شوية، يعني الاقي لي كام ايرون كده ولا اي حاجة. هو في 2 ايرون اهو. انا بكره ان انا ما يكونش معايا السرير عشان اقضي الليل، عشان الليل بيبقى طويل في ماينكرافت، بيبقى تقريبا ربع ساعة ولا تلت ساعة. عشان ما اطولش عليكم بس هعمل سكيب لغاية ما الصبح يجي وارجع لكم. بقول لكم يعني انا طبخت شوية اللحمة اللي كانت معايا، انا هحاول اطلع واروح الكهف الكبير اللي احنا كنا عنده في الاول ده. يا رب بس ما يطلعش فيه موبز كتيرة. بسم الله. لا 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 لا، في كذا سكيلتون هنا. لهوي، ده الشط بتاع المكان. الشط بتاع البحر ده مليان موبس. هرجع تاني يا عم. ايه السكيلتون ده ما بيضيعش ولا ضربة؟ 5 قلوب. ضيعت 5 قلوب على الفاضي. انا هرجع البحر بتاعي، مش هطلع منه لغاية نص الحياة. وانا مش متأكد بس انا بتهيالي يعني ان الصبح جه، بس الدنيا لسه بتمطر، فاحنا هنلاقي موبز، بس مش هنلاقي موبز كتيرة برضو عشان الدنيا ما عادتش ليل. بسم الله. الله. هحاول اروح للكهف الكبير ده بسرعة. احنا معانا اكل كفاية بيتهيألي، يعني احنا مش هنطول فيه. احنا هنجمع شوية ايرون كده ونطلع اكيد يعني. والكهف كان فين اصلا؟ بيتهيألي كان ناحية دي كده. ادينا وصلنا عند مكان الكهف. بالمناسبة انا عملت درع من الجلد عشان لما ننزل الكهف. انا رأيي قبل ما انزل اعمل اجمع شوية كده كبر واعمل بيه ادوات ودروع، عشان منزلش كده ملط اوي.
هحاول اجيب شوية كبر هنا اهو، في حبة كبر. قاتل بس الزومبي ده دمره. بسم الله. في ايرون هنا برضو، خلينا ناخده. ادي الموبز بتبتدي تتلم علينا واحنا مش ناقصين اصلا. يا دوبك يعني معانا ادوات طوب بالعافية. نجمع بقى الكبر ده وننزل الكهف على طول. فرتلي حفرة كده صغيرة وعملت شوية دروع. بقى ناقص اعمل سيف واكس. بتهيألي هعمل بيك اكس من ايرون عشان معايا 3 ايرون كده ولا كده. خلينا بس نجيب شوية الكبر دول، بعد كده هحط الايرون. انا كده جاهز عشان انزل الكهف، بس خليني الاول اعمل شوية شموع عشان انا معايا 7 شموع بس بتهيألي مش هيكفوا. خلينا كده يعمل لنا كام شمعة حلو يعني. معانا 19 شمعة حلو يعني، هيكفونا قبل ما ننزل الكهف ونطلع. يلا بسم الله ادينا بننزل. كويس اني كنت كسرت الفحم اللي طلع لنا المية دي. لولا المية دي ما كناش هنعرف ننزل سلام يعني. اه خدت فول دامج. خلينا بقى ندور على شوية ايرون كده. خلينا برضو ناخد اي اورات كده نلاقيها يعني، ريد ستون لابس جولد هنحتاجهم بعدين. ادي اهو ايرون. هنروح له. انا مش جامد قوي في الباركور فانا مش هخاطر باني انطها. ماشي ماشي. والله 3 بس إيه يا عم ده؟ يعني المفروض يبقى فيه 5 ايرون 6 اي عدد. امال يدونا 3 بس يعني يا جدعان؟ ايه ده؟ وانا مش شايف اي حاجة تحت حرفيا. ادي فيه شوية ايرون وريد ستون. يا ريت بس ما يطلعش واحدة ايرون، عشان لو طلعت واحدة ايرون انا يعني مش عارف هعمل ايه بجد. هتبقى حاجة مملة حرفيا. لا كويس طلعوا 2 يعني. كتير قوي علينا ده، كتير قوي يا جدعان. خلينا ندور على اي ايرون او اي موارد. اوه ماي جاد. اوبا. اوف يا جدعان في دايموند هناك. خلينا نروح له بسرعة. انا ما توقعتش خالص ان احنا نلاقي دايموند هنا. حلو ده اكتر من واحدة كمان. خلينا نشوف دول كام. 1 2 3. اوه لا ده فين كبير قوي يا اسطى. 4 5 6 7 8 9 10 11 دايمونداية في نفس المكان. ده رقم قياسي. ده احنا نخش موسوعة جينيس بالموضوع ده. انا شكلي سقطت ماس وانا مش واخد بالي. دول طلعوا 10 مش 11. برضو حلو قوي كده. طبعا بقى نكمل تدوير على اي حاجة. لا 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 انت بتهزر. انت اكيد بتهزر. في دايموند تاني هنا. لا بس واحدة بس يعني، مفيش وراها مثلا. لا ده في مية وراها. مفيش اي دايموند في المية. طيب لا مش شايف انا اي مية. قصدي مش شايف اي دايموند في المية. خلينا ندور في حتة تانية. مفيش غير ريدستون هناك. خلينا ندور على اي ايرون او اي حاجة. نروح الناحية التانية من الكهف عشان ندور على موارد. بس في كريبر هنا يا عم، ما تتكل يا عم على الله يا عم. طيب كبير بقى ما تخلناش نقل منك بقى. ما نشوف بقى فيهم اي دايموند. في دايموند فوق. وفي جولد اهو. استنى بقى ناخد الجولد بعد كده نطلع ناخد الدايموند. في دايموند كتير وايرون في الكهف ده يعني، في موارد محترمة هنا. الله دايموند. وكمان في اكتر من واحدة. الله في كام واحدة؟ 3. لا 2 بس. ماشي ماشي. معانا كده 13 دايموند. احنا ممكن نعمل نص الدروع او نص الادوات من دايموند كده يعني، والباقي يبقى ايرون. فهيكون حلو قوي كده. لا بس نكمل تدوير على ايرون او دايموند. خلينا نشمع المكان بعد كده نقتل البايدر عشان مفيش اي وحش تاني يترص بينا. شكلنا شمعنا المكان على الفاضي يعني، مش شايف غير الايرون. ايه يا عم ده و2 كمان.
يا جدعان ما تتقوا الله كده وتدونا دايموند. هو في دايموند. ايوه لسه بنتكلم. في تاني. جت كل قرف. ما علينا، ادي 15 دايموند اهي. كمية الموارد اللي جمعناها حلو، وفي دايموند كمان هنا تاني. في اكتر من واحدة مش واحدة بس. في كام؟ ادي 2 3 4 5 بقى 6 كمان. في اكتر ولا ايه؟ لا شكله ما في. 21 دايمونداية. يا لهوي، احنا كده هنعمل فول ارمر، فول تولز، فول كل حاجة من دايموند يعني. الله، حاجة تحفة. بس نجمع باقي الايرون ده ونشوف لنا اي حاجة تانية نجيبها. انا شايف ان احنا نطلع من الكهف دلوقتي. معانا موارد كفاية ولا نكمل؟ خلينا نكمل شوية بس نشوف الحتة اللي هناك دي. ما احنا كنا نطلع احسن. انا رحت وما لقيتش اي حاجة غير الموارد بقى اللي ملهاش لازمة. هي ليها لازمة بس يعني كده، اللي هو ايرون، جولد، ريدستون، لابس. ما لقيتش اي دايموند يا عم. ناخد الشمع بتاعنا ونطلع. والله يا جدعان انا لسه اخد بالي ان في دايموند احنا ما خدناش بالنا منه جنب اللافا كده. طب كويس بقى ان الكريبر ده جه قدامي. لو ما كانش جه قدامي كان زمان طلعت من غير ما اخد الدايموندايه دي ولا اتنين. تشوف كام دلوقتي؟ هات بس يطلع اكتر من واحده، عشان لو واحده هيكون يعني الموضوع غتت. لا شكلها اكتر من واحده، شكل في دايموند كتير هنا. ادي 2 3 4 5 6 27 دايموند. احنا خلاص هنعمل حاجات من دايموند. احنا هدفنا راح من ان احنا نجيب حاجات ايرون ان احنا نجيب حاجات دايموند بس يعني. خلينا بقى نطلع من هنا، كفاية تدوير على موارد. انا بتهيألي احنا كده كويسين يعني، جبنا الهدف بتاع الفيديو وزيادة. بس نطلع نعمل الحاجات فوق. ادينا طلعنا فوق بقى، خلينا نحط حاجتنا بعد كده نعمل الدروع. انا بتهيألي يعني ان هعمل الحاجات الاساسية وهعمل بيك اكس دايموند، والباقي بقى يتعمل بالايرون. انا مش هعمل بوتس من دايموند عشان يكفي معانا ان احنا نعمل انشانتنج تيبل بعدين. يعني كده ولا كده البوتس ما بتفرقش، يعني هي بتبقى نص ولا حاجة، فمش هتفرق في الارمر قوي. يعني هنمشي الحال بالايرون عقبال ما نجيب دايموند تاني. خلي بقى الايرون بقى ده يتطبخ. سيبوه يتطبخ بقى. احنا عملنا حاجات جامدة النهاردة. عملنا الهدف بتاع الفيديو وبزيادة كمان يا جدعان. نعمل اكس كده ويلا نعمل الاوترو. يعني الفيديو كان حلو، عملنا الهدف بتاعنا بزيادة، بدل ما جبنا حاجات ايرون جبنا حاجات دايموند كمان. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تحط لايك وسبسكرايب. ولو الفيديو ده وصل 5 لايك هعمل الجزء التاني. واكتبولي بقى في الكومنتات الجزء التاني ابني بيت ولا اروح النظر على طول. يلا سلام.